هكذا هي شوارع ولاية أدرار في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، ما يحتم على المواطنين الخروج ليلا والبحث عن مناطق تنسيهم تعب يوم كامل من الشقاء. في هذا المكان اللي رانا فيه الفقاره هذه معروفه بمائها الشافي اللي يوصوا عليها الاطباء، ولذلك اصبحت منطقه ولاد سيدي وعلي بتمنطيط يعني قبله للسياح وقبله لمواطني ولايه اضرار وقبله اللي هم حتى من خارج الوطن. كان زارنا احد السائحين من فرنسا وعجبته هذا المكان. الحيويه التي تعرفها هذه الاماكن جعلها مدخل رزق لبعض الشباب، فهي البحر عندهم كما يقولون. ماناش كيما المناطق في التل عندهم البحر وعندهم ويني الغابات، مناطق سياحيه. خصنا حنا ثاني نوضوا بالسياحه في ولايه اضرار، كيما درك هذه المنطقه نتاع تمنطيط مشهوره بالساقيه هذه نتاعها. الساقيه من زمان نعرفوا الساقيه باللي في تمنطيط. الفضاء السياحي جعلنا ننتقل من مكان الى مكان للترويج على النفس كذلك، وكل هؤلاء الناس الذين ترونهم هم في حاجة ماسة إلى الفضاء السياحي. وهي المهرب الوحيد بعد غروب الشمس، والبساطة عند هؤلاء هي سر السعادة في ظل غياب البدائل.